أهلا بيكم، معاكم مغازي. النهاردة تالت حلقة من سلسلة حلقات أفضل 5 أفلام مصرية لكل سنة من سنين الألفية الجديدة. النهاردة هنستعرض معاكم أفضل 5 أفلام مصرية سنة 2002 من وجهة نظري. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. السينما المصرية عرضت أكتر من 30 فيلم سنة 2002 متنوعين بين الجيد والضعيف. فإيه أفضل 5 أفلام منهم؟ هعرضهم معاكم زي ما متعودين بالترتيب العكسي. الفيلم الخامس فيلم محامي خلع. الفيلم اتعرض يوم 14 أغسطس سنة 2002، واحد من الأفلام اللي علمت في بداية الألفينات. الفيلم إخراج المخرج محمد ياسين، وده كان أول فيلم يخرجه، وتأليف الكاتب وحيد حامد اللي دايما متميز بكتاباته اللي بتعكس حاجات كتير من المجتمع المصري بشكل ساخر. الفيلم بطولة الفنان هاني رمزي ومعاه داليا البحيري وعلا غانم. هاني رمزي في بداية الألفينات كان فعلا نجم كوميديا أول في الفترة دي، وكانت أفلامه محققة نجاح كبير جدا في شباك التذاكر. قصة الفيلم اللي بتدور حوالين بدر، المحامي الشاب اللي بيدخل في مغامرة كوميدية لما بيتكلف بقضية خلع سيدة أعمال غنية بتحاول تخلع جوزها بعد 3 شهور من الجواز بس، والسبب عشان بيشخر وهو نايم. تتوالى بقى الأحداث والمواقف الكوميدية. حاجة تانية ميزت الفيلم هو أول ظهور سينمائي للفنان خالد صالح اللي لعب دور القاضي، وكان ليه حضور مميز جدا وأضاف للفيلم كتير. فيلم محامي خلع بيعتبر واحد من الأفلام اللي خلت الجمهور يرتبط بالكوميديا الاجتماعية ويشوفها من زوايا مختلفة. الفيلم الرابع فيلم النعامة والطاووس اللي اتعرض 22 فبراير سنة 2002. الفيلم كتبه صلاح أبو سيف ولينين الرملي في السبعينات، لكن العرض اترفض أكتر من مرة من الرقابة بسبب موضوعه اللي بيلمس جوانب حساسة من الحياة الزوجية الخاصة. لكن بعد أكتر من 30 سنة وبعد ما رحل صلاح أبو سيف، ابنه محمد أبو سيف قدر يخرج الفيلم للنور سنة 2002، وده كان بمثابة خطوة جريئة خصوصا في مجتمع بيرفض يتكلم عن الثقافة الجنسية أو المشاكل اللي بتحصل بين الأزواج. القصة بتدور حوالين زوجين، سميرة وحمدي، اللي بيجسدهم الفنان مصطفى شعبان والفنانة بسمة. الاتنين اتجوزوا بعد قصة حب، لكن بسرعة بتحصل بينهم مشاكل في علاقاتهم الحميمة. حياتهم الزوجية بقت رتيبة ومتوترة، وبيوصل الحال لدرجة انهم بيتفرقوا من غير طلاق. بتقرر سميرة تروح لدكتورة نفسية مختصة اللي لعبت دورها الفنانة لبلبة، اللي بتحاول تساعدها وتساعد جوزها عشان يلاقوا حلول لمشاكلهم. الفيلم بيسلط الضوء على صعوبة التواصل بين الزوجين، وبيعرض صورة للعلاقة الزوجية اللي ممكن تبقى مليانة مشاكل من غير ما يكون الطرفين قادرين على التعبير عن نفسهم أو حتى طلب المساعدة. الدكتورة بتساعدهم إن هم يفهموا إزاي يتخطوا قيود المجتمع، وبيكون ده من خلال جلسات علاجية بتكشف ليهم عن تصوراتهم الخاطئة وأهمية السعادة المتبادلة في العلاقة الحميمة ما بينهم. الفيلم كمان استخدم الرأي الديني والرأي الطبي في بعض المشاهد بهدف إنه يوصل رسائل عن أهمية المتعة المتبادلة بين الزوجين، وإن العلاقة بين الراجل والست محتاجة تواصل وتفاهم. فيلم النعامة والطاووس قدر يفتح النقاش عن موضوع مهم وحساس في مجتمع بيفضل الصمت عليه، وبيعتبر طلب المساعدة فيه نوع من العار. الفيلم مش بس قدم دراما عن مشاكل زوجية، لكن حاول يوعي ويعرف إن الثقافة الجنسية مش عيب، وإنها حاجة أساسية لصحة العلاقات، وغيابها مش هيزيد المجتمع إلا مشاكل وأزمات. تالت فيلم معانا هو فيلم الساحر اللي اتعرض 22 فبراير سنة 2002. إخراج المخرج الكبير رضوان الكاشف، قصة وسيناريو وحوار سامي السيوي. الفيلم ده بياخدنا لعالم البؤساء والمهمشين اللي أتقن رضوان الكاشف تقديمه لينا، وبأسلوبه اللي دايما بيحاول يخلق البهجة وسط الحزن. قصة الفيلم بتبدأ مع منصور بهجت اللي جسده الفنان محمود عبد العزيز، اللي كان زمان ساحر شهير واعتزل السحر، لكنه لسه بيعمل سحر من نوع تاني مع الناس اللي حواليه. منصور شايل فكرة البهجة وعاوز يزرع السعادة في حارته الشعبية البسيطة. في الحارة دي عندنا شوقية اللي جسدتها سلوى خطاب، اللي شغالة حفافة بتزين العرايس، ومهنة زي دي بالنسبة لهم حاجة كده بين نظرات الشك والاستهجان. شوقية سابت جوزها وبعد ما طلقها ولقت نفسها في الشارع، واضطرت تسكن فوق سطح بيت الساحر. منصور في الأول استقبلها بتوجس وخوف، لكنه بيبدأ يكتشف إنها زيها زيه، مكسورة من الدنيا. أما بنت الساحر نور اللي قدمت
مامتها منة شلبي حابسها جوه البيت، فدايما بتطلع فوق السطوح تأكل الحمام وتستنى فرصة تقابل بحبيبها حمودة اللي قدمه الممثل سري النجار، اللي بيمثل حلمها في التحرر والخروج من السجن اللي أبوها حابسها فيه. بيتنقل رضوان الكاشف بين عالمين، الحارة الشعبية والقصور الفاخرة، وبينقلك مشاعر الصراع والتمني، كأنه بيقول إن دايما في حكايات وروايات جوه الحواري والحارات، مش مجرد حياة بائسة، لأ ده في أمل وفي ضحكة وفي حلم. نهاية الفيلم بتعرض لنا أحلام كل الشخصيات، وبنشوف المعاني القوية عن الصراع بين اللي بنحلم بيه وبين الواقع اللي عايشينه. باختصار، فيلم الساحر لوحة إنسانية بتمثل البسطاء في مجتمع قاسي، ورضوان الكاشف في آخر أعماله قبل ما يرحل عن عالمنا بيحط لمساته السحرية الخلق زي ما قلنا من شوية بهجة وسط الحزن. الفيلم التاني فيلم خلي الدماغ صاحي، اللي اتعرض يوم 5 ديسمبر سنة 2002، وده تاني فيلم معانا النهاردة للمخرج محمد صلاح أبو سيف، وبطولة برضه الفنان مصطفى شعبان. الفيلم تأليف المؤلفة منى الصاوي، وبيحكي قصة جريئة عن واقع المجتمع المصري بمشاكله وتحدياته. شارك البطولة مع مصطفى شعبان، داليا مصطفى، والفنان سامي العدل. الفيلم بيتكلم عن الناس البسيطة اللي مشاكلهم ممكن تبدو تافهة، بس هي في الحقيقة معضلات كبيرة بالنسبة لهم. ومن هنا بدأنا نعرف ازاي المشاكل بتتعقد مع الوقت في الحي الشعبي. مشهد ورا مشهد بنشوف حفر في الشارع بحجة توصيل المجاري، وبعدها توصيل التليفونات، وبعدها الكهرباء، وفي كل مرة الوجوه هي نفسها والاعتراضات هي نفسها. المشاهد دي بتوضح بذكاء الحالة اللي عايشين فيها ناس كتير، سخرية من الفوضى اللي بتسيطر على حياتهم اليومية. الفيلم كان مليان شخصيات كتير من مختلف الأعمار والفئات، وقدم رسالة واضحة وبسيطة إن المشاكل بتعم الجميع. المشاكل اللي بنشوفها في حياتنا اليومية مش بيقدر يحلها حتى العفريت مطمئن، اللي قام بدوره الفنان سامي العدل، وكان مميز جدا في دوره، شخصية مليانة ذكاء وسخرية، بس حتى هو مش عارف يتصرف في المشاكل دي كلها. كمان الفيلم كان عنده جراءة في النهاية بمشهد قوي لما مسؤول كبير بيعدي بدون تفتيش رغم التبليغ عنه بتهريب المخدرات. والرسالة هنا واضحة، المسؤولية على الكل، والمشاكل مش هتتحل بالتجاهل والهروب منها للمخدرات زي ما كانوا بيعملوا. برغم ضعف الإنتاج، لكن فيلم خلي الدماغ صاحي واحد من الأعمال الفنية الجادة والناجحة اللي ممكن تتكلم بلسان الناس وتوصل رسالة من غير تعقيد. الفيلم الأول وهو فيلم معالي الوزير، اللي بالنسبة لي أفضل فيلم سنة 2002. فيلم اتعرض يوم 5 ديسمبر. الفيلم من إخراج المخرج الكبير سمير سيف، ومن تأليف وحيد حامد. بطولة الفنان أحمد زكي، اللي في الفيلم قدم شخصية الوزير بطريقة تخليك تفكر في طبيعة السلطة وتأثيرها على الناس. ومع الفنان هشام عبد الحميد في دور معاون الوزير، والفنانة لبلبة في دور مرات الوزير. بنشوف في الفيلم عبارة بتقول إن الأحداث ملهاش علاقة بأي شخصيات حقيقية، وكأن الفيلم بيحاول يبعد عن أي تبعات قانونية أو انتقادات، لكنه في نفس الوقت بيورينا صورة حقيقية عن الفساد الموجود في السلطة والمجتمع، وبيورينا كيفية استخدام الفانتازيا للتعبير عن الواقع المرير. شخصية رأفت رستم الوزير بعد ما تعين كوزير عن طريق الخطأ بتمثل مسؤول عايش في دوامة من الفساد، لكن الغريب انه مش بس فاسد من الناحية العملية، بل كمان بيحس بقلق وهواجس مستمرة بسبب أفعاله. الفنان أحمد زكي أدى الشخصية بشكل ممتاز، وأظهر لنا الجانب الإنساني من الوزير كإنسان عادي عنده أزماته الداخلية وصراعاته النفسية. الفيلم بيطرح سؤال مهم، هل الفساد مجرد سلوك ولا كمان بيأثر على النفس والروح؟ مع تصاعد الأحداث الوزير بيفقد السيطرة على كوابيسه، والقلق اللي بيعيش فيه بيوضح إزاي تأثير الفساد بيأثر على النفس البشرية. النهاية المفتوحة كمان بتخلق حالة من الارتباك والتساؤل عند المشاهدين، هل اللي حصل كان حلم ولا واقع؟ هل الوزير كان مضطر يقتل معاونه لأنه خايف على سره؟ الفيلم بيترك الأسئلة دي مع المشاهد، ويخليه يحس بعبء الفساد على الأرواح والعقول. معالي الوزير فيلم بيتجاوز كونه مجرد عمل فني عشان يسيب دعوة للتفكير والتأمل في طبيعة السلطة وتأثيرها على النفس البشرية والمجتمع. ما تنسوش تتفرجوا على أول حلقتين من السلسلة الأفلام سنة 2000 و2001، واستنونا في الحلقة الجاية عشان نستعرض مع بعض أفضل أفلام سنة 2003. شوفوا الحلقات اللي فاتت كلها عامة هتعجبكم. قولولي في الكومنتات برضو ايه أكتر أفلام حبيتوها من سنة 2002 وترتيبكم الشخصي ليها. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في الحلقات الجاية. سلام.